لو عربيتك من مجموعة فولكس فاجن وبترعش جامد وانت طالع على مطلع او بتحس برعشة بين النقلة الاولى والتانية يبقى الفيديو ده ليك. جات لنا عربية بالشكوى دي ولما كشفنا بجهاز كشف الاعطال لقيناها مسجلة كلاتش تورك تو هاي، يعني في حمل زيادة على الدبرياج، وده معناه ان الدبرياج مش قادر ينقل الحركة بالشكل المظبوط. طقم الدبرياج للفتيس الدول كلاتش عبارة عن 2 دبرياج في بعض، وكل دبرياج مسؤول عن مجموعة نقلات، يعني في دبرياج للنقلات الفردية الاول والثالث والخامس والسابع، السابع عشان ده 7 سبيد، والتاني للزوجي التاني والرابع والسادس، وطبعا معاهم الريفرس، وده بيوصل ويفصل الحركه بين الموتور والفتيس عشان العربيه تنقل سرعات بنعومه، ومع الوقت بيحصل تآكل في الاسطوانات، وده بقى بيأثر على نقل الحركه ويعمل الرعشه اللي بتحس بيها. عشان كده في الحالات دي ما ينفعش نغير جزء ونسيب الباقي، عشان كده بننصح دايما نغير طقم الدبرياج كامل مع ترس الفلان، لان ليهم نفس العمر الافتراضي، والتغيير الكامل بيريحك من مشاكل كتير بعدين. ولو عربيتك من مجموعه فولكس فاجن وعندك نفس المشكله تعال على في دبليو جراج نكشف لك عليها صح ونحل لك المشكله كلها من جذورها.